السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات السي اس اس. تعالوا في موضوع الويتس ده هنحل المشكله دي دلوقتي بطريقه تانية. خلي بالكم انا اقدر ادي كلاسين هنا عشان انتوا ما شفتوهاش قبل كده. اقدر اعمل كده، اجي هنا واعمل سبيس واحط ده، انا كده كاني حاطط كلاسين. فالاليمنت مش مرتبط بكلاس واحد، ينفع يبقى فيه اكتر من كلاس. ماشي. كان عندنا هنا مشكله تقريبا لما حطينا الاتش 1 دي فوق. احنا هنشيل البوزيشن بقى، يعني هنشيل تايتل من عليه اصلا، او لا تعالى نشيل البوزيشن اللي احنا عاملينه، او لا خليه ريلاتيف عشان ايه. تمام. وتعالوا نشيل التوب ده. تمام. طيب تعالوا هنا نستخدم اتريبيوت تاني اسمه ديسبلاي، ونديله قيمه اسمها انلاين بلوك. تمام، حلت المشكله. عملت ايه اللاين بلوك دي بقى؟ هو طبعا المكان بتاع الريندرنج نفسه اتغير، الابعاد اتغيرت، بس نقدر نظبطها. بس يعني ايه، الاول انا كنت عاوز اوريكم الاتريبيوت الجديد اللي اسمه ديسبلاي ده. ديسبلاي ده يا شباب بيعمل ايه؟ ديسبلاي، فاكرين لما كنا بنقول ان في حاجه اسمها اللاين اليمنت وبلوك اليمنت؟ فاكرين؟ كانوا ايه اللاين؟ زي السبان اللي بياخد على قده، بياخد مساحه على قده، زي السبان، الانكور، البي الصغيره كده. طيب وكان في بلوك اليمنت زي تاجت بي وزي تاجت ديف، صح؟ وتيبل مش قوي يعني، بس ماشي، بي وديف واتش 1 مثلا، الحاجات دي كلها كانت بلوك اليمنت. هم اوريدي ليه نوعهم كده؟ عشان باي ديفولت البراوزر بيحط لهم ديسبلاي بروبرتي نوعها انلاين او نوعها بلوك. فهمتوا الفكره؟ طيب في نوع بقى ثالث ينفع تتحكم انت فيه بايديك، اسمه انلاين بلوك. وانلاين بلوك ده بيبقى ايه؟ بيبقى فيه خاصيه من هنا وخاصيه من هنا. بيبقى انلاين يعني بياخد مساحه على قده، وبلوك يعني ينفع تديله ويتس وهايت لو انت عايز، لان الانلاين اليمنت ما بينفعش تديله ويتس وهايت. تاني، الانلاين لو انت اديتي اتريبيوت اتش تي ام ال سبان، اديتي له ويتس وهايت، مش هيأثر فيه عشان هو انلاين، ملوش حق انه ياخد اكبر من مساحته. بينما في البلوك الويتس والهايت بيرفلكت. اللاين بلوك ده بقى ايه؟ هيبقى انلاين يعني بياخد على قده، بس الويتس والهايت ينفعوا فيه. كمان بقى في اوبشن تاني كده، ان انا اعمل ايه؟ ان انا اقدر اخفي حاجه عن طريق الديسبلاي دي. فمثلا ايه، انا ممكن اجي على التايتل ده واجي هنا كده اقول له بص ديسبلاي نون. شايفين؟ خفاها. خدتوا بالكم ولا لا؟ ما بقاش في اور برودكت معايا. بشيلها من الاستراكشر. هي لا، هي موجوده في الاتش تي ام ال، موجوده بس مخفيه ومكانها مش محجوز. بينما في بروبرتي ثانيه اسمها فيزابيليتي هيدن، هتخفيها وتحجز مكانها. خدتوا بالكم؟ كده كده هما الاثنين موجودين في الاتش تي ام ال، بس الفرق شايفين الصوره دي؟ عندي ديف اخضر واحمر واخضر. لو انا عامل ديسبلاي نون هيبان لي ديفين اخضر تحت بعض عادي، كان الاحمر ده ما كانش موجود اصلا، مع انه موجود في الاتش تي ام ال عادي. الفيزابيليتي هتشيل الديف الاحمر وهيبقى موجود في الاتش تي ام ال بس مكانه محجوز. فاضل لنا بقى جزئيتين. اول جزء حاجه اسمها السيدو كلاسز، وهعمل بعدها ديموز، وبعدين هتكلم على حاجه اسمها السبيسيفيستي في الاخر خالص. السيدو كلاسز دي انا هتكلم عن واحد فيهم بس. سيدو كلاسز ايه بتتكتب ازاي؟ في حاجه اسمها سيدو كلاسز وسيدو اليمنت. اتكلم على السيدو كلاسز، ان انا اكتب هنا نقطتين كده وبعدهم بيتكتب حاجه. زي ايه مثلا؟ هي بتديك كانك بتديك ايفنت كده، كانك بتديك اكشن. فمثلا يعني تعالوا نقول انا عاوز ايه؟ عاوز لما اقف على الاتش 1 دي اللي هي التايتل دي يغير لونها. دي اعملها ازاي؟ اقدر اجي كده بالسي اس اس. احنا مدين ايه؟ مدين الاتش 1 تايتل ده مش مدينه حاجه، هنعتبر انا مش مديله حاجه. هقول له ايه بقى؟ هقول له لما اعمل هوفر. هوفر دي كده يعني ايه؟ ده اسمه سيدو كلاس. لما اعدي عليك، اقف عليك بالماوس، خلي الكلر جرين. حلو؟ شايفين؟ كمان اقدر اتشيك دي في البراوزر عشان لو عاوز اعدل واظبط براحتي، ان انا اقف عليها كده
هلاقي في حاجه اسمها هنا هوف، شايفينها؟ هقول له اعتبرني عامل هوفر، هيطلع لي الكلاس بتاع الهوفر، شايفينه هنا؟ اعمل بقى اللي انت عاوزه. انت ممكن تبقى عاوز مثلا باك جراوند مثلا وبينك مثلا، تمام؟ ظبط الستايل بتاعك وبعدين خده كابي وروح حطه فين؟ هنا. بعدين تعالى اتفرج هتلاقي النتيجه ايه زي ما انت عايز. شايف؟ في بقى حاجات كتيره قوي زي الهوفر دي، حاجات ليها علاقه بالتيبل نفسه، انك ممكن تخلي الرو الايفن يبقى بلون والاود يبقى بلون. ممكن تختار رو معين تخليه بلون معين. انت متخيل؟ يعني اجي اقول له الرو رقم 5 في التيبل ده خلي الباك جراوند بتاعته احمر، ده كانه كونديشن. واضحه؟ احنا كده خلصنا تقريبا كل الاتريبيوت اللي موجوده في سي اس اس 2. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لكم، واتمنى ان الفيديو لو عجبكم تعملوا له شير مع اصدقائكم اللي مهتمين بنفس المجال، ومستنيكم فيديوهات تانية كتير. سلام عليكم.